عايزة تعملي كنافة وتطلع حلوة زي بتاعة الحلواني بالظبط، ويمكن كمان أحلى. هخليكي أستاذة النهاردة إزاي تطلعي اللون الذهبي الجميل، وإزاي تطلع معاكي جميلة كده وطعمها حلو، وكل اللي يدوقها عندك يفتكر اللي انت جايباها من بره. ورقة وقلم واكتبي ورايا يا ست الكل. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة أول يوم رمضان، يعني ما يحلاش غير بصينية كنافة تكون معمولة في البيت كده طعمها حلو. النهارده هنعمل كنافة محشية مكسرات، وتكون جامدة جدا زي ما انت شفتيها كده في الأول. معايا كده نص كيلو من الكنافة. اللي قدامك ديت كيلو، انا هاخد نصها بس. وطبعا الكنافة ديت انا جبتها وشلتها في الفريزر، وعلشان خاطر تديني النتيجة كويسة. بعد كده خدت منها الكمية اللي تناسباني، اللي هو نص كيلو، وهعملها في صينية مقاس 28. فرمتها في الكبة علشان خاطر تبقى معايا بودر بالشكل دوت كده، ناعمة خالص، ودوت المطلوب. هحضر معايا 3 معالق من السمنة. السمنة اللي انا استخدمتها سمنة بلدي، تقدري تستبدليها بأي حاجة تانية، بس مش هينفع الزيت. خدت السمنة دخلتها الميكروويف عشان تفك معايا، وبعد كده خدت معلقتين من السكر البودر الكبار، وهبدأ اللي انا اقلب بيهم الكنافة كويس جدا لحد ما الكنافة تتقلب مع السكر. دلوقتي السمنه خلاص كانت ساحت، جبت الصينيه اللي انا هعمل فيها الكنافه. تقدري تعمليها في صينيه زي اللي انا بعمل فيها، او صينيه تكون الحيطه بتاعتها عاليه، مش مشكله، المتاحه عندك. هاخد نص كميه الكنافه بعد ما حطيت معلقه كبيره من السمنه، ودهنتها في ارضيه الصينيه. هضغط عليها كويس جدا علشان خاطر تديني نتيجه كويس، بصينيه اصغر او طبق اصغر، علشان خاطر بس ايه، النهايه تكون حلوه زي ما انت شفتيها في الاول. كده خلاص عملت اول طبقة من الكنافة. تعالي نعمل مع بعض الحشوة ونشوف هنعمل ايه. حطيت معلقة من الجوز الهند، وطبعا حطيت حوالي معلقتين من المكسرات المجروشة، ومعلقة من الزبيب. وهحط كده معلقة كبيرة من شربات الكنافة اللي احنا كنا عاملينه مع بعض. وطبعا تقدري تعمليه وتحتفظي بيه في دولاب المطبخ لمدة شهر رمضان كله. هيكون جميل وهيسهل عليك اللي انت تعملي حلويات بسرعة جدا. ليه حطيت معلقه من العسل؟ علشان خاطر بس يمسك كده المكسرات، وما تقعش من الحشو، يعني الحشو ما تقعش من الكنافه وانتي بتقدميها. بعد كده حطيت الطبقه التانية من الكنافه، وضغطت عليها كويس. ودلوقتي هسقيها بقى بالسمنه. طبعا انا ما قلبتش السمنه في الاول عشان هحطها كده في النهايه. دخلتها الفرن على درجه حراره 200 على الرف الوسطاني، وشغلت النار من تحت. واول ما اتحمرت معايا شغلت الشوايه وتحمر الوش بتاعها. اول ما تخرج من الفرن هتسقيها بالعسل، وطبعا العسل بارد والكنافه سخنه، هتشرب العسل وهتبقى معاكي جميله وزي العسل. ده كده الشكل النهائي بتاعها. طبعا هنعملها مع بعض الايام اللي جايه بوصفات كتيره، استنيها وهتعجبك. لو انتي اول مره تتفرجي عليا، ما تنسيش تعملي متابعه للصفحه وتقولي لي بتتفرجي عليا منين. كل سنه وانتم طيبين، ودايما رمضان مجمعنا. كده خلاص دي شكل الكنافه بعد ما قطعتها. قد ايه جميله، مقرمشه جدا من بره وطريه من جوه، والعسل مظبوط زي ما كنا عاملينه مع بعض. ولو عايزه طريقه العسل او الشربات قولي لي وانا هسيبها لك ان شاء الله في الكومنتات. بحبكم في الله، ورمضان كريم عليكم.